السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وعافية. حبايبي بقى اللي بيحبوا البامية وحابين يخزنوها تفضل معاهم طول السنة، لونها اخضر جميلة، طعمها حلو جدا، ما بتغيرش خالص. هفرز معاكم النهاردة البامية بطريقة بسيطة جدا، من غير اختراعات ولا افتكاسات ولا ليمون ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص. تفضل معاكي طول السنة، تطلعيها في اخر الموسم زي اول الموسم بالظبط. اللي ما يعرفنيش بقى، انا سميرة وده مطبخي. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة طبعا هنسمي الله ونجيب بامية، طبعا لازم تكون صبحة، ما نجيبش بامية بايتة ولا دبلانة ولا مرضانة ولا الكلام ده كله ونقول هنفرز بامية. لا، لازم تكون معانا بامية صبحة. نغسلها طبعا كويس جدا في الاول زي ما انتوا شايفين كده، بمية كتير، طبق واسع. نغسل البامية مرة اتنين تلاتة لحد ما نتأكد انها نطفت خالص والمية بتاعتها بقت صافية وجميلة. بصوا حبايبي كده، دي اول مره طبعا، لسه هغسلها مره واتنين لحد ما اتاكد انها نطفت خالص. جربوا حبايبي تفريز الباميه بالطريقه دي، هتفضل معاكم لاخر الموسم زي اول موسم بالظبط. واما الباميه الجديده تطلع بالاسعار الخرافيه اللي بنسمعها بيها دي، لا، طلعي انت من الفريزر واعملي باميه واكنها صبحه بالظبط، اكني لسه في اول الموسم. ويمكن كمان يفتكروكي شاريها من السوق ب150 جنيه وب170 زي ما بنسمع كده. عمري بصراحة ما اشتريتها بالأسعار الخرافية دي، لأني دايما عندي بامية في الفريزر، لأن أنا من عشاق البامية. طبعا كده طلعناها في مصفى وسيبناها تصفت شوية، نص ساعة كده ولا حاجة، لحد ما تنزل المية اللي فيها، أو ممكن تفرشيها على حتة قماش كده على الرخامة تتجف بسرعة. نمسك البامية بتاعتنا بقى ونقمعها، ما نقطعش البوز بتاعها. في فرق بين ان احنا نقطع بوز البامية وان احنا نقمعها. انا عايزة البوز بتاعها من فوق زي ما انت شايفة كده. بصي بلف السكينة ازاي واخلي القمع بتاع البامية زي ما هو، ما اقطعهوش. هوريكم الطريقة الغلط دلوقتي اللي ما نعملهاش، بالذات في تفريز البامية، عشان ما تمخطش مننا وتعمل تبقى ممزلقة كده. بصوا الطريقه دي طبعا لا، ما نعملهاش خالص. الباميه اوعوا تقطعوها. طبعا هنا المقاس على حسب انتوا بتحبوا الباميه صغيره قوي، كبيره، وسط، هاتوا المقاس اللي يريحكم. هخلص طبعا الكميه دي كلها وارجع لكم. طبعا قعدت في الارض شويه لحد ما خلصت وقمت بقى نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض. هنا زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله خلصتها كلها، وشايفين الباميه بتاعتي صبحه وشكلها جميل ازاي. احنا هنعمل باميه، هنفرز الباميه النهارده على طريقه التبخير، طريقه سهله جدا وبسيطه. بصوا حبايبي، انا عندي حله حاطه فيها شويه ميه، ربع الحله ميه، اهم، واحط فوقيها مصفى. اهم حاجه الميه ما تلمسي المصفى بتاعتي. بصوا بوريكم ان الميه ما تلمسي سطح قعر المصفى بتاعتي، ما تلمسي المصفى خالص. بستنى الاول لما الميه تغلي، وبعد كده احط المصفى وانزل الكميه اللي انا عايزاها ابخرها. مش كتير، مش يعني ما تملوليش المصفى، انا مش عايزه المصفى تتملي. كفايه بس واحدتين ثلاثه من الباميه يبقوا فوق بعض عشان تستوي بسرعه، ما تاخدش وقت. بصوا انا بوسع لهم ازاي عشان البخار ياخد يتغلل كده بين الباميه كلها الباميه كلها وما تاخدش وقت. هتقعد قد ايه؟ من 7 ل10 دقايق على حسب درجة حرارة البوتاجاز بتاعك. هوريكم دلوقتي الوقت اللي المفروض ننزل فيه البامية. طريقة سهلة جدا 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 جدا، وان شاء الله تطلع معاكي البامية ناجحة من اول مرة. بصوا حبايبي، انا عايزاها تضطر شوية بس ما تتهريش. وبصوا لونها بقى اخضر وجميل ازاي، من غير ليمون ولا بيكنج باودر ولا كربوناتو ولا كل الافتكاسات دي. طبق كبير بقى او صينية واسعة كده، وننزل عليها البامية، نفضيها كده ونوسعهم على بعض. بصوا حبايبي انا بوسعها ازاي عشان البخار ما يسويهاش. وطبعا انا حاطه مروحه دلوقتي بتهوي لي الباميه عشان الجو حر جدا. يعني عايزه اوقف طريقه عمليه السوى بتاعها، بس من غير ما احطها في ميه بارده. اوعي 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 تروحي تحطي الباميه في ميه سخنه وترجعي تحطيها في ميه ساقعه، او جربي براحتك. بس انا بقولك، انا عن نفسي انا بوريكي نتيجه تجربتي. انا عملت كل حاجه، الطريقه دي ناجحه معايا، بعملها بقالي اكتر من 20 سنه، بفرز الباميه بالطريقه دي، ولله الحمد بسم الله ما شاء الله طريقه ناجحه جدا معايا. عايزاكي تبصي بس على لون الباميه الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. بصي لونها حلو ازاي، بيفضل معاكي لاخر السنه. طب ازاي يفضل معايا كده لاخر السنه؟ انا سبتها بخرتها وسيبها تبرد جدا، واعبيها في الكياس بتاعتي، احطها في الفريزر ما طلعهاش. ما ينفعش الفريزر يفصل عليها او تفك وارجع اجمدها تاني واقول لا وصفة سميرة بايظة، لا.
اعملي الوصفة وامشي على الخطوات صح، وان شاء الله تبقى ناجحة معاكي من اول مرة. بصوا حبايبي، هنا بردت خالص، فات ساعتين، وقلت لكم كنت مشغله المروحه عشان اتاكد انها بردت خالص. بصوا انا بوريكم انها متماسكه ازاي. الباميه مش مهريه، طريه لكن مش مهريه. بعد ما بردت بقى عبيها في اكياس براحتك خالص. حابه تخليها نص كيلو، ربع كيلو، كيلو الا ربع، على حسب طبختك انت طبعا كل واحد عارف هو بيطبخ قد ايه. حابه توزنيها برضو حاجه ترجع لك. انا عبيتهم بالعين كده لان انا عارفه انا بستخدم قد ايه. انا بعملها اكياس صغيره، ولو عندي ضيوف بطلع كيسين. يعني عاده بعمل اكياس صغيره، ولو عندي ضيوف بعمل كيسين. فرزيها بقى وسيبيها تبرد ودخليها الفريزر. وزي ما قلت لك اوعي تطلعيها تفك. ساعة ما تيجي تطبخيها تطلعيها من الفريزر على طول، تنزليها في الصلصة بتاعتك وهي الصلصة بتغلي. ما تسيبيهاش تفك خالص، هتطلع معاكي ناجحة جدا وبألف هنا وشفا. واتمنى